استنى عندك يا ممتاز. لو بتاكل وجسمك بدأ يعرق كأنك لسه خارج من الجيم بعد تمارين رياضية مبرحة، إذا أنت كده ممكن تكون مصاب بمتلازمة اسمها الفري سندروم. أنا دكتور عبد الرحمن، وده محتوى طبي بسيط بس جامد جدا. تابعونا وتعالوا نعرف القصة من أولها. والمتلازمه دي يا ممتاز بتيجي بنسبه كبيره بعد عمليات استئصال الغده النكافيه اللي هي موجوده هنا بالظبط يا استاذ. اللي بيحصل الحاله من اسمها الري انرفيشن. يعني ايه ري انرفيشن يا استاذ؟ ري انرفيشن يعني الاعصاب اللي كانت رايحه للغده اللعابيه عملت يوتيرن وقامت رايحه للغده العرقيه، فالجسم بدل ما كان بيفرز لعاب بعد الاكل لا بقى يفرز عرق. طب الحاله دي علاجها ازاي يا استاذ؟ علاجها تدخل بسيط عباره عن احنا بنحقن حقن بوتوكس في المكان، وبتعمل شلل بسيط كده للحته بتاعه الافراز بتاعه العرق، وهنقلل الموضوع ده شويه. وطبعا الصيدلي هو الخبير الاول في الدواء، دراج اكسبرت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معلومه ممتازه النهارده، ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمه هنشرح فيها او تو سي. او تو سي ده للصيادله الصغيرين ان شاء الله يجوا يتعلموا معانا في القناه. هنشرح محتوى او تو سي ممتاز.